السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. في الحلقة الماضية عرفنا أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت في المربد الذي سيبنى فيه المسجد، وأنه اشترى هذه الأرض من أصحابها وهما يتيمان من أهل المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعدما بركت الناقة وقال لأصحابه: أي بيوت أهلنا أقرب، يعني أقرب لهذا المكان؟ فقام أبو أيوب الأنصاري وقال: أنا يا رسول الله، فذاك بيتي وهذا بابي. فقال: اذهب وجهز لنا مقيلا. ذهب أبو أيوب وأخبر زوجته، وطاروا من الفرح أنه سوف يحل عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بيت أبو أيوب عبارة عن طابقين، أرضي وعلوي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الطابق الأرضي. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأرضي، وذهب أبو أيوب وزوجته إلى الأعلى وناموا في الليل. فلما صار قبل الفجر استيقظ أبو أيوب وهو فزعا، وأيقظ زوجته وقال: ماذا صنعنا يا أم أيوب؟ كيف نطأ على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نطأ بأقدامنا على هذا السقف ومحمد بن عبد الله تحتنا؟ قالت أم أيوب: نعم والله لم ننتبه لذلك. فلما طلع الفجر نزل أبو أيوب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله وصلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لا يمكن أن أطع على سقف أنت تحته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عليك، في الأرض أرفق بنا لأن الناس يأتوننا ويغشوننا. فطلب أبو أيوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الأعلى، لأنه لا يستطيع ولا يتصور أنه يطأ على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الأعلى. وكان أبو أيوب وزوجته يصنعون الطعام ويضعونه في الإناء ويعطونه للرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام، نعم الضيف! ما أسعد أبو أيوب وزوجته بهذا الشرف. فإذا انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل الطعام وأرجع لهم الإناء، يأكلون من المكان الذي أكل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتمسون البركة فيما بقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأرض التي اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض التي بركت فيها الناقة، كان فيها قبور للمشركين، وكان فيها شجر، وكان فيها أماكن محروثة للزرع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنقشت ونقلت، وأمر بالشجر فنقل، وكذلك سويت الأرض المعدة للزراعة. ثم بدأوا ببناء المسجد، وبدأوا يبنون المسجد من لبن الطين، فاستغرق بناء المسجد عدة أيام بسيطة. لماذا عدة أيام؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاصمة المقدسة يستغرق عدة أيام. نعم، لأنه مبني بناية ميسرة، فهو من لبن الطين، وسقفه من جريد النخل، وأعمدته من خشب النخل. وكانوا يبنون، والرسول صلى الله عليه وسلم يبني ويشتغل معهم بيده الشريفة، ويرتجز قائلا: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يردون خلف رسول الله ويقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. وكانوا ينقلون اللبن على أكتافهم إلا عمار، فهو ينقل لبنتين، فكانوا ينقلون هم اللبن لبنة لبنة، إلا عمار كان ينقل لبنتين لبنتين. فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم فأشفق عليه وقال: ما بالك؟ فقال عمار للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أبتغي الأجر من الله يا رسول الله. وكان على وجهه التراب والغبار، فنفض رسول الله صلى الله عليه وسلم الغبار والتراب الذي على عمار، وقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وكان عمار يقول: أعوذ بالله من الفتن. استمروا في البناء، وبعد بضعة أيام انتهوا من بناء المسجد. ثم بدأوا ببناء حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم، فبنوا حجرتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في ذاك الوقت لديه إلا زوجتان، وهما عائشة وسودة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إن الخبر وصل طبعا لأهل مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بأمان، وأبو بكر وصل بأمان. فجاءت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسكنت الحجرات، كل واحدة لها حجرة، يعني كل واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الهدى والرحمة، خاتم المرسلين، إمام المتقين، زوجاته كل واحدة لها حجرة واحدة، غرفة واحدة، ليست بيت مكتمل وإنما غرفة واحدة. فلما انتهت بناء الحجرات انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من منزل أبو أيوب إلى حجراته. وأنا أتصور هذا اليوم الذي ينتقل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت أبو أيوب ويترك بيت أبي أيوب يوم حزين على أبي أيوب وعلى أهله رضي الله تعالى عنهم بلا شك. ولما
انتهوا من بناء المسجد، وكان في آخر المسجد ما يسمى بالصفة، وهذه الصفة هي ما يأوي إليه فقراء المسلمين، وقد وصل عددهم إلى حوالي 70، وكلهم لديهم الفقر الشديد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن من زاد لديه طعام أن يعطيهم ويتصدق عليهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صدقة يرسلها إلى أهل الصفة، وإن أتته هدية يأكل منها ويرسل أيضا لأهل الصفة رضي الله تعالى عنهم. ثم إن الحياة استمرت في المدينة، والمدينة فيها المشركين من أهل المدينة الذين لم يؤمنوا، وكذلك فيها اليهود، وفيها المسلمين الذين هم من أهل المدينة الذين أسلموا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها المهاجرين القادمين من مكة. طيب، إذا جاء وقت الصلاة كيف يعرفون أنه دخل وقت الصلاة؟ ما في أذان، فكانوا ينتظرون إلى أن تزول الشمس. زالت الشمس؟ لا، ما زالت. هل صار ظل كل شيء مثله؟ هل صار ظل كل شيء مثليه؟ فكان البحث عن وقت الصلاة فيه مشقة على الناس، فلا يعرفون هل دخل وقت صلاة الظهر أو العصر أو الفجر أو المغرب أو ما أشبه ذلك من الأوقات. فتشاوروا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يضعوا علامة يعلمون بها دخول الوقت، فماذا يصنعون؟ فاقترح بعضهم أن يضعون بوقا كبوق اليهود، وبعضهم اقترح أن يضعوا بوق ناقوسا كناقوس النصارى. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا ناقوسا كناقوس النصارى ليضربوه ليعلموا بدخول الوقت. وكان عبد الله بن زيد بن عبد ربه يقول: كرهت أن نوافق النصارى في إعلامهم بوقت العبادة. فذهب عبد الله بن زيد ابن عبد ربه إلى بيته فنام. فلما نام في الليل رأى في المنام أنه يأتيه طائف يطوف به وفي يده ناقوس يحمله. فقال له عبد الله: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال هذا الذي رآه في المنام: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال عبد الله له: بلى. قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم تنحى غير بعيد وقال: إذا أقمت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر. فلما أصبح عبد الله بن زيد انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره هذه الرؤيا، ففرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبر بلال بها فإنه أندى منك صوت. فذهب عبد الله بن زيد وبدأ يعلم بلال ما رآه في المنام، فأذن للصلاة بهذه الصيغة التي رؤيت في المنام، وأصبحوا يسمعون الأذان ويأتون إلى أداء الصلاة. ومن ذلك اليوم إلى يومنا الحاضر والأذان على الكرة الأرضية لا ينقطع، في كل دقيقة وكل ساعة يصدح بالآذان في أرجاء المعمورة باسم الرسول وبتوحيد الله. طيب، الآن المهاجرين الذين هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم في مكة وصودرت أموالهم ومنع بعض أولادهم من الحضور، ماذا حصل لهم مع أهل المدينة الأصليين الذين يملكون المزارع والتجارة والعقارات؟ فماذا حصل لهم مع أهل المدينة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. إلى ذاك الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.